السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ان شاء الله هسيح معاكم النهاردة زبدة فلاحي. دي زبدة فلاحي جايالي من البلد مخصوص. احطها في حلة كبيرة على نار هادية لغاية ما كور الزبدة تسيح كلها. هنا اخد بالي عشان هتبدأ تفور، وهقلبها بمعلقة خشب واسيب المعلقة فيها عشان الخشب بيقلل من الفوران. بس اخد بالي ما سيبهاش وامشي، افضل اقلب فيها احسن تفور زي اللبن لو سبتها. وهنا الفوران هيبدأ يهدى، وهنا بدأت تصفي بس لسه شوية اقلبها كويس عشان الريم يختفي. وهنا بدأت بقى ايه تصفي خالص وتستوي، واقلبها تقليبة واطفي عليها واسيبها تبرد وما غمقهاش اكتر من كده، عشان عقبال ما تبرد هتغمق شوية تاني. وانا ما حطيت لهاش ملح عشان الزبدة مالحة، لو ما فيهاش ملح احط لها شوية وهي بتستوي. وهنا كانت بردت، وهنا انا غرفتها في العلب البلاستيك، ودي المرتة بتاعتها جميلة قوي. ولو كلتيها كده او عملتي بيها بيض بتبقى في منتهى الجمال. وهنا كانت الزبدة جمدت، اغطيها واشيلها في التلاجة واسحب منها علبة علبة. لما تخلص اخد غيرها. وبألف هنا وشفا. ما تنسوش الاشتراك في القناة.